أهلا بيكم يا جماعة. في شرح النهاردة هنتكلم في موضوع بصراحة يهمنا كلنا، الأكل الصحي وإزاي طبعا نقدر نتكلم عنه بالألماني. مستعدين؟ يلا بينا. طيب، السؤال اللي بيطرح نفسه دايما هو إزاي نعبر عن فكرة الأكل الصحي دي بالألماني؟ يعني إيه هي الكلمات والجمل اللي من غيرها ما نعرفش نتكلم في الموضوع ده خالص؟ في الكام دقيقة الجايين دول هنفك الشفرة دي مع بعض. أوكي، عشان نعرف نتكلم صح عن الأكل الصحي بالألماني لازم نمسك الموضوع من جذوره. يعني نبدأ بأهم وأول مصطلح لازم نكون عارفينه كلنا. المصطلح ده هو، اسمعوا كده، دي ausgewogene Ernährung. تعالوا نفصصها. كلمة Ernährung لوحدها يعني تغذية، وausgewogene دي صفة معناها متوازن، فلما نحطهم على بعض يبقى المعنى النظام الغذائي المتوازن. وده زي ما بنقول كده حجر الأساس لأي كلام عن الأكل الصحي بالألماني، مهم جدا. طيب تعالوا بقى نشوف المصطلح ده وهو منور كده جوه جملة بسيطة ومباشرة كده. Eine ausgewogene Ernährung ist wichtig für unsere Gesundheit. ترجمتها ايه؟ النظام الغذائي المتوازن مهم لصحتنا. يعني جملة ممكن نستخدمها في أي حتة واحنا بنتكلم عن الصحة، سهلة خالص. الجملة اللي جاية دي بقى بتعلي الليفل شوية، بتدخل في تفاصيل أكتر. بتقول إيه؟ Für eine ausgewogene Ernährung braucht der Körper verschiedene Nährstoffe. يعني إيه الكلام ده؟ يعني عشان يكون عندنا نظام غذائي متوازن الجسم بيحتاج Nährstoffe اللي هي عناصر غذائية مختلفة. شايفين إزاي بنبني الكلام على بعضه؟ تمام قوي. كده عرفنا الاسم، المصطلح الأساسي. طب إيه الفعل بقى؟ الأكشن اللي بيحصل. لازم يكون في فعل يخلي الكلام ده عملي أكتر. فعل كده معناه إننا بناخد بالنا وبنهتم. الفعل ده هو أختن أوف، وخلوا بالكم ده فعل منفصل، يعني أوف دي بتيجي في آخر الجملة عادة. معناه ببساطة ينتبه إلى أو يهتم بيه. يعني لما أكون عايز أقول إني براعي أكلي وباخد بالي منه هستخدم الفعل ده على طول. بصوا بقى على الجمال ده، الجملة دي لمت كل حاجة قلناها لحد دلوقتي. Wir müssen auf eine ausgewogene Ernährung achten. شايفين؟ ربطنا الفعل بالمصطلح بتاعنا، والمعنى إننا لازم نهتم أو ناخد بالنا من نظامنا الغذائي المتوازن. ليه؟ عشان نفضل بصحة كويسة. مثال تطبيقي 100. حلو قوي. كده معانا المفهوم والفعل. فاضل إيه؟ فاضل الأداة، الحاجة اللي بتخلينا نشوف الكلام ده بعينينا، الصورة اللي بتشرح كل حاجة. وطبعا كلنا عارفينها، الهرم الغذائي. وبالألماني اسمه إيه بقى؟ اسمه Die Ernährungspyramide. الكلمة دي سهلة قوي لو فصصناها. الجزء الأول Ernährung اللي هي تغذية لسه قايلينها، والتاني بيراميدا اللي هي هرم زي الإنجليزي بالظبط. لزقناهم في بعض بقت الهرم الغذائي. بسيطة خالص. والسلايد دي بتشرح لنا وظيفته. الجملة بتقول Die Ernährungspyramide zeigt uns، يعني الهرم الغذائي ده بيوضح لنا أو بيورينا مجموعات الأكل المختلفة، زي مثلا Getreide اللي هي الحبوب، وميلش برودكت اللي هي منتجات الألبان، وكمان Süßigkeiten اللي هي الحلويات. وطبعا دي بتبقى فوق خالص، يعني ناكل منها حتة صغيرة. يلا بينا على فعل تاني وبرضه مهم قوي، فعل بنستخدمه لما نيجي نوصف حاجة ونقول هي بتتكون من إيه، يعني إيه هي مكوناتها. الفعل ده اسمه bestehen aus، معناه مباشر جدا، يتكون من. فعل أساسي لما تكون عايز تشرح مكونات أي حاجة في الدنيا. والحلو في السلايد دي إنها بتقارن بين مثالين عشان نشوف الفعل ده قد إيه مرن. على الشمال بيقول das Team besteht aus، يعني الفريق بيتكون من عدد لعيبة معين. وعلى اليمين المثال اللي يخصنا die Ernährungspyramide besteht aus، يعني الهرم الغذائي بيتكون من مجموعات أكل مختلفة. هو نفس الفعل بس استخدمناه في سياقين مختلفين تماما، وده اللي بيورينا قد إيه هو فعل مهم وعملي. ممتاز جدا. كده احنا لمينا الموضوع، وقبل ما نقفل لازم نعمل ايه؟ طبعا مراجعة سريعة نلخص فيها كل الكلمات المهمة اللي عدت علينا النهاردة. بصوا كده على الجدول ده، دي الخلاصة. الأربع كنوز بتوع النهاردة: دي ausgewogene Ernährung اللي هو النظام الغذائي المتوازن، والفعل achten auf اللي هو يهتم بيه، وعندنا دي Ernährungspyramide اللي هو الهرم الغذائي، والفعل الأخير bestehen aus بمعنى يتكون من. الأربعة دول هم مفتاح أي كلام عن الأكل الصحي بالألماني. لازم تجربوا تستخدموهم بقى. وبكده نكون وصلنا لآخر الشرح بتاعنا النهاردة. بس استنوا، قبل ما نمشي عندي السؤال. كل واحد يفكر كده، ايه أكتر حاجة صحية موجودة في نظامه الغذائي اليومي؟ يعني لو هنختار حاجة واحدة بس هتكون ايه؟ اكتبوا لنا في الكومنتات تحت. وطبعا لو الشرح ده عجبكم واستفدتوا منه ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل الجديد.
أشوفكم على خير في الشرح الجاي. سلام.